يا ترى ايه اللي يخلي اكبر شركات في العالم تخفض ميزانية التسويق بتاعتها؟ بعد ما كانت اكبر شركات في العالم بتصرف تقريبا 11% من ايراداتها على الخطط التسويقية وبتحطها في ميزانية التسويق، بعد أزمة كورونا النسبة اللي بقت بتخصصها لميزانية التسويق من إيراداتها قعدت تقل 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 لحد ما وصلت 7.7 خلال السنة دي. وده بحسب الاستطلاع السنوي اللي بتعمله مؤسسة جارتر واللي عملته الشهر ده على 395 واحد من كبرى مديرين التسويق في أكبر الشركات العالمية في شمال أمريكا وجنوب أمريكا وأوروبا، على تقريبا 10 صناعات مختلفة تماما عشان يوصلوا للنسبة دي. والنسبة الأكبر من مديرين التسويق صرحوا قالوا إن هم ناويين يخفضوا ميزانية التسويق وهتنزل خلال 2024 لأقل من 7.7 الإيرادات اللي هم بيحققوها. وده ما خلاهمش يتوقعوا ان الايرادات بتاعتهم هتقل، لا هم متوقعين ان هي كمان هتزيد. وخططهم البديله على حسب ما صرحوا ان هم هياخدوا اقصى استفاده من المزايا اللي بيقدمها الاي اي. انتوا بقى هتعملوا ايه في ميزانيه التسويق بتاعتكم؟